السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلامي الجزائري فريد معطاوي يكشف أن ما قام به رئيس الفاف صادي في كوت ديفوار كان ضربة معلم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أدلى الإعلامي الجزائري فريد معطاوي بتصريحات جريئة بخصوص الإجراءات التي اتخذها إزاء وضع المنتخب الوطني في ظروف مستقرة. وأكد معطاوي بأن الخروج من القرية الإفريقية التي أعدتها كوت ديفوار لكل المنتخبات المشاركة في الكان 2024 كان قراراً جد صائب وضربة معلم بكل تفاصيلها، مشيراً بأن المنتخب الجزائري كان أول منتخب مشارك في البطولة يتخذ هذا القرار، ثم تبعه المنتخب المغربي. كما أضاف: تخيل أن اللجنة المنظمة وضعت كل المنتخبات المشاركة في الدورة في قرية واحدة، كما أن المبيت الواحد يضم 8 لاعبين. كل المنتخبات لا يحق لها أن تحضر الطاهي الخاص بها لتلك القرية، وأنت ملزم إن تتناول ما يعدون لك. بل الأكثر من ذلك أن الأكل الذي وضعته اللجنة المنظمة يطهى خارج القرية ويحضر على شاحنات ويقدم للاعبين، وهنا خطورة كان سيتعرض لها اللاعبون. وبالتالي رئيس الفاف قام بالتشاور مع الناخب الوطني، وأقروا بضرورة حجز فندق خاص بالناخب الوطني والخروج من تلك القرية. ما الذي حدث في نهاية المطاف؟ الفندق لم يكن في المستوى احتضان المنتخب، لذلك اتفقت الفاف مع ممتلك الفندق بعد دفع مبلغ مالي على تغيير العديد من الأمور اللوجستيكية في الفندق، والعمل جاري ليلاً ونهاراً من أجل القيام بذلك. أما بخصوص أرضية ميدان ملعب بواكي، فهي أحسن أرضية بالنسبة لكل الملاعب التي ستحتضن نهائيات كأس إفريقيا. حتى الملعب الذي سيحتضن تدريبات المنتخب الوطني سارعت الفاف لوضع السياج عليه، عكس كل الملاحق التدريبية في كوت ديفوار التي تبقى مفتوحة على الجماهير وعلى رواد هذه الملاعب.